أحمد أحمد، ولك ابني إذا كنك نعسان قوم روح على البيت ارتاح، وبس تصحى تعال على الشغل. لا معلمي، لا ايش تعبان ما تعبان، بس هيك راسي عم بوجعني شوي. قوم هزلي كتافك وخد شلل الخيطان عند أبو حمدي الصباغ وقل له يصبغ لي إياهم لون أحمر عنابي. إيش شو؟ احمر عنابي معلمي. وبس ترجع بتكمل شغلك. يلا تيسر. إيش بك يا ابني؟ في شي؟ لا ما في شي معلمي، ما في شي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هالولد ذكي بس مخه مو معه. 2 3 4 5 6. سلم لي على الحجي وقول له الباقي بعد 10 أيام. ماشي يا هان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحدوه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لك ايش بك ابني؟ ايش بك؟ ما بلاقيه غير سهيان وصفنا. معلمي بدي اقول لك على شغله بس بخاف تزعل مني. قول ابني قول. يعني ما راي تزعل مني؟ لا ما راي ازعل منك. معلمي انا ماني حابه لهالكار. لك ابني انت عم تتعلم الصنعة جديد، وبكره بس تصير معلم ويصير رزقك من ورا هالنول هاد اكيد رح تحبه. بس يا معلمي هالكار ماله عمر. اوف ليش بقى؟ ما سمعت على الفبريكات اللي عم تشتغل على الكوران يا معلمي؟ يعني اللي انت بتشتغله بشهر الماكينة بتشتغله بيوم يا معلمي. نعم. ايش عم تحكي انت؟ هلا شغل الماكينة صار احسن من شغل النول؟ لا هي ما حبيتها منك طاول. لك ابني في ناس ما بتلبس شغل الماكينة لو كان بدها تمشي بالظل. مزبوط يا معلم، كلامك مزبوط 100%. قوم قوم جيب لنا شلتين قصب، اللي عنا ما بكفوا. امرك يا معلمي. يلا تحرك. وهي قومي ها. نعم. ايش هي؟ لا حول ولا قوة الا بالله.